اليوم حتى ماكو هاي كيكرز. كنت حسوي مشكلة. لا كان حصير فضيحة. سكوندال بالفرنسي. كنت ناطرة السيارة طالعة مع رفيجاتي، طبعا شكرا حكمة. it was very nice dinner وكذا. وكلنا ناطرين، كل واحدة ناطرة سيارة. فاحنا واقفين وناس تجمهرت ويصورون قدام المطعم، وهذه كلها تمام حبايبي اللي صوروا فديت روحكم. في ثنتين نفسياتهم في ثنتين نفسياتهم المفروض يستخدمونهم الشباب، والله من سوادها مخفي سيارات 100%. ما حد يشوفك سواد. طبعا اكيد الحين كلكم متشوقين تعرفون هذيل الثنتين ايش سووا وليش نرفزوني. تبوا تعرفون القصة. اول شيء هم ثنتين بنات ومعهم واحد، انزين. فهو الظهر حرام غلط، كفر، استاثم، قال هذه شمس. هو بس قال هذه شمس كذا بفرحة، حرام يعني بيقول لهم وي الذبة حق قناة عجمان. طبعا ويسمعوني بعالي صوتهم، والمفروض ان انا اكون مهذبة قدام الفانز وبنات من البحرين من السعودية ومن الكويت كلهم صوروا وكذا او واقفين او يسلمون. وبنفس الوقت لو رديت يعني اوكي، اول شيء قلة تهذيب مني ان انا ارد في الشارع وكذا، ما اسويها مهما اسمع عادي. بس انا فكرت فكرة احلى. عزيزاتي البنات صاحبات النفسيات السوداء اللي شفتكم، انا ناوية اخلي انستغرام سناب شات العالم كله يتفرج عليكم. يعني ناوية اخليكم مشهورين ان شاء الله. مش حقول انا ما اعرف اساميكم كذا كذا، بس حرد عليكم الرد الاتي. اول شيء المتينة. ايه احب ابشركم، انا كنت دبه وكنت متينه، كان عمري 18 سنه، توي داشت 18، بس على الاقل طلعت في برنامج ثقافي وكان عندي ظرف صحي. وبعدين الحمد لله تعالجت وسويت رياضه وسويت سبور وكمان شفطت وزبطت نفسي وصرت مزة. يعني اهتميت في نفسي الحمد لله مثل ما تشوفون، وصرت from in and out، يعني حليوة محلية نفسي من جوا في نفسي واخلاقي وثقافتي ومن برا. والحمد لله تعالجت. كان عندي انا مش ورم اكشلي، كان اسمه هايبر برين بريشر، يعني ارتفاع في ضغط الدماغ، اكيد المختصين يعرفون وش قاعده اقول عنه. فاخذت كميه كورتيزون مهوله، والحمد لله لان نيتي طيبه والله عارف وضعي، قام سبحانه وتعالى عالجني من اخطر مرض ممكن يمر فيه انسان، لان المرض اللي انا مرضته كان مميت وكنت صغيره في السن. بس الحمد لله انا تعالجت. لا مو بس تعالجت، درست وتعبت وكمان صرت فنانه، واكشلي انا اغني من وانا صغيره ومشهوره وعندي ناس تحبني وعندي ناس تموت فيا، والحمد لله رب العالمين. وتزوجت وتطلقت وتزوجت وجربت الحياة وانبسط فيها وعرفت خيرها من شرها وحمد رب. فأنتم متوقعين لما تقولون الدبة حق قناة عجمان هذا بيأثر فيا؟ لا والله، ولا انتم ولا اللي بينزلون انستغرام ولا أي مخلوق في العالم. بعدين خلصوا مني قال ايه خذوا ريايلنا هي وبلقيس. شكو بلقيس الغلبانة في الموضوع، شكو حلوا عن دين أمها. انتم محسسيني ان بلقيس جت ولدكم في بيتكم وكل واحدة منكم عندها 3 أولاد منه وخذته وسحبته شفطته. نصيحة عزيزاتي الكوع، ان انتم ما كنتوا حلوين، لان المرة الحلوة دايما الحلوة من جوا من برا اكشلي، ما عمرها غير تشوف الجمال في الاخر ما تشوف الشر. اسألوا انفسكم سؤال، ليش رجالكم على كلامكم يهدونكم يا حلوين يا مرتبين يا قلوب بيضة، يروحون ورانا حنين الفنانات؟ لا ويدفعون لنا. خليني ابشركم انتوا الثنتين بالذات، ترى انا كلامي يخصص لكم مو للناس المحترمه ابدا. ويدفعون لنا مهور بملايين الدولارات ومجوهرات وفلوس. وخل ازيدكم انتوا ذا الركب انت والثنتين اللي السياكل. لا وحتى ما يقولون لنا تغطى وترى ونسافر ونروح ونرد فري فري. الحين تدرون ليش رجال الصنعة تخليكم الثنتين اشباه هذيل الثنتين نفسيات السوداء اللي شغالين تعليقات انستغرام وشوارع؟ تدرون ليش؟ خلينا اقول لكم ليش. لأن ربي لما يعطي للإنسان ما ينظر لا شكله ولا مهنته ولا وش، ينظر نيته، فيقوم يعطي له على حسب نيته. والنوايا توافيق، وكل حد فينا لازم ينظف نيته دائما في انه يحب الخير للآخر. اختي الآخر هذا ما يعجبش بس يعجب غيرك، مو ضروري. وصدقيني لو نظفتي الكوع هذا اللي جواك هذا السواد راح يجي لك أحسن واحد. وترى شباب يعرفون البنت اللي تغار اللي لما تشوف بنت ثانية تفترسها. ونصيحة ترى الرجال يحبون المرأة اللي واثقة من حالها، يعني انصحش نصيحة عزيزة الركبة، لما رجلك ولا صديقك ولا حبيبك يقولش هذه حلوة قول له ايه مزة
خليش واثقة من نفسك، على الأقل مثلي إنك واثقة، مو وراي يطقطقون على بلقيس وعلي بلقيس الطقاقة. وين طقاقة غنت مع بوتشيلو؟ بس انت تعرفين غلطتين، الله يوفقك، اسمه بوتشيلي. غنت معاه، بس انتوا الركب والسياك اللي مثلكم وين يعرفون بوتشيلو يا حرام، زايد عليكم الطيران اللي تسمعونها شغل الطقاقة. من الآخر عزيزتي النفسية، السيكل السوداء السواد نظفيها، ترى بتحصلين أحلى من الكرش اللي كان جاي معك. حرام لو انه ما يستاهل. وبعدين اعرفوا ان في كثير من الناس جت لهم النعم بسبب شيء واحد، ما يستاهلون، بس بسبب شيء واحد بس، انهم تمنوها لغيرهم. يعني عزيزتي السيكل الكوع، صف النية راح تلاقين أحلى من الرزق والنصيب اللي راح لشمس ولبلقيس، صدقيني، وحتى من غير ما تشتهرين تصيرين فنانة. وانا الحين شفيت غليلي. او ماي جاد، انا اول مره كذا اسوي، بس فعلا الكلام ما اقول يقهر، بس محتاج رد ان بابليك يعني بصراحه. والله يبعدنا يا بنات ويبعدكم شر هالنفسيات، ترى هذه لما تدخل حياتك واحدة نفسية زي كذا بلاك سودا، يا لهوي، بلاك اوت ستارة حتى، مو سواد. ونصيحة بنات، اي بنت بتدخلونها حياتكم اول شيء اختبروها، شوفوها تسب في الفنانات ولا لا. اذا بتسب فيهم كل الوقت ولا المشهورات ولا الاعلاميات، هذه هذه بتكون سواد وما تحب الخير لحد، لان هذه مع الغريب اللي ما تعرفه وما يقرب لها ومو قاطع رزقتها مسويه في كذي وهالشكل حاقده، اجل عليك ايش راح تسوي؟ الله يكفينا ان شاء الله وياكم شر هالعالم وشر هالمرضى، والله العظيم مسكينه، حتى بلقيس انقهرت عليها حبيبتي، مره نايمه في بيتها تلاقوها حطت فيكس ونامت من الكلام. واجد ردود جالسه تجي تقول ان انت تقصدين بنات السعوديه، ايش دخل؟ انا اتكلم عن بنتين، سواء كانوا سعوديات ولا موريتانيات ولا حتى كويتيات ولا حتى خواتي، احنا نتكلم عن حالتين في المجتمع مريضة وشاذة، انتوا ليش تعتبرونهم يمثلونكم؟ انا اكثر واحدة كفنانة او مشهورة او موجودة في الاعلام ندافع عن المرأة الخليجية بالذات والمرأة السعودية بالذات، فهذا الكلام ما ياكل. لا تحاولون تشخصنون الموضوع، لان اكيد اللي قاعد يشخصون الموضوع هم نفسهم هذيل السياكل وكوع النفسيات السوداء، هم اللي قاعد يشخصنونه. انا قصدت حالة موجودة في كل العالم وما ذكر جنسيتها، بلا مصاخة، بجد بلا.